بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب. بتمنى من حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. المنتخب العربي الشقيق منتخب المغرب عمل إنجاز بل إعجاز يا جماعة. منتخب الشباب فاز بكأس العالم للمنتخبات تحت 20 عام. مبروك مبروك لكل الكرة المغربية، مبروك لشعب المغرب، مبروك للعائلة المغربية بالكامل. شرفتوا العرب، شرفتوا العرب بجد بجد، شرفتوا العرب وشرفتوا الكرة الإفريقية وعملتوا إنجاز. أنتم رجال بجد، أنتم رجال بمعنى الكلمة، وناس بتشتغل بجد. نفسنا الكرة المصرية توصل للكلام ده. نفسنا الكرة المصرية، الناس في الكرة المصرية تشتغل بجد، مش ناس عايزة كراسي ومناصب بس. نفسنا الكرة المصرية تشتغل بجد، ونشوف الكرة المصرية في أفضل حال وفي أحسن حال، ويرجع الدوري المصري يبقى على الساحة ومكسر الدنيا. نفسنا بجد، ده اللي احنا بنسعى ليه، وده اللي احنا محتاجينه بجد. محتاجين نشوف منتخبنا في محافل دولية ونروح كأس العالم ويأدي أداء مشرف وينافس على البطولة. ينافس على البطولة يا جماعة. ايه المشكلة يعني؟ مش فاهم انا. ايه المشكلة؟ منتخب المغرب ده يعني معلش، ما المنتخب الاول خد مركز رابع البطولة اللي فاتت، مركز رابع على العالم. شرف ويعني انجاز ورجالة، والله رجالة. ومنتخب الشباب فاز بكأس العالم، مش وصيف ولا مركز تالت ولا رابع، لا، ده خد البطولة، بطل لكأس العالم. كابتن أسامة نبيه طالع بيقول لك ما تسموهوش فشل، سميه إخفاق أو سميه عدم توفيق. طب دول إيه؟ كان معاهم الحاج توفيق؟ منتخب المغرب ده كان معاه الحاج توفيق؟ ولا بقى يعني خدوها بقى بالسحر والأعمال؟ اشتغلوا بجد، اشتغلوا بجد. وبلاش بقى تضحكوا على عقول الناس بالتصريحات اللي ملهاش أي 30 لازمة. مفيش حد النهاردة ما بيفهمش، ومفيش حد النهاردة مش عارف الدنيا ماشية ازاي. بلاش مجاملات في الكرة المصرية، وبلاش يعني نعين ناس لا تستحق التواجد على الساحة. نفسنا كل واحد يبقى في مكانه وشغال بجد. عايزين يا جماعة منتخب مصر يبقى زي منتخب المغرب كده وأفضل، ليه لأ؟ ولكن مش هيجي بالسهل، ده مش هيجي بالسهل. إن شاء الله بإذن الله نقدر، وإن شاء الله نقدم بطولة قوية بإذن الله. سلام عليكم.